وين المغاربة؟ المغاربة موجودين. جيب وين الشباب الخليجيين بعد؟ كيف يوم تجمعتوا بينتوا؟ اقول لي حي التريك ورا لابس توني، يقول لي حي التريك كما كتشوفوا اقول لي لابس التريك واحد دائما الاخ مبخوت كيعتز بالجماهير المغربيه والشعب المغربي على لو طول. تلاحظ ليلة حمراء من هنا. زين. ليلة حمراء من هنا، ليلة حمراء، اضواء حمراء على طول، والرايه الحمراء. البيت الى اضاءتين، شيء للارجنتين وشيء للمغاربه، فهمت؟ فاليوم الحفله 2 في 1. ممتاز. انا من محبين فريق الارجنتين والمغرب، ولكن دمي عربي. انا اول شيء المغرب. اكيد من طيبه اخلاقك. الله يطول عمرك. اول شيء المغرب. انا صحيح اني احب الارجنتين، لكن دام المغرب موجوده ما اشوف الارجنتين. لكن سؤال، اذا فات المغرب للفينل والارجنتين في الفينل ما تشجع؟ الله يسامحك. الله يسامحك. والله العظيم ما اشجع الارجنتين 1%. والله ما ان شاء الله مغربي على طول ابو راسك. الله يكثر خيرك، جزاك الله خير. اذا كما كتشوفوا الطبع ديال الشعب العربي طيب والاخلاق العاليه. كل عربي شريف واقف مع المغرب، وان شاء الله المغرب يوصل النهائي وياخذ الكاس بعد باذن الله تعالى. باذن الله، وديما مغربي. شوف انتم شرفتونا، واللي عملتوه مش بسيط. كل العالم تتكلم عنه، العالم كله. والله ما يكلمني مشجع من العالم لما يقول لي موروكو. حتى الارجنتينيين يقول لي ان شاء الله بيننا وبين المغرب في النهائي. فانا قلت لهم لو وصل المغرب النهائي ما راح اشجعكم، ما راح اشجع الارجنتين طبعا، راح اشجع سوري، ان شاء الله راح اشجع المغرب. هذا فخر واعتزاز، فخر واعتزاز للمغاربه كلهم، فخر واعتزاز للمغاربه كلهم. مبروك علينا هذه البدايه، مازال مبروك علينا هذه البدايه، مازال مبروك علينا هذه البدايه، ومازال طبعا اخواني سير. طبعا الاخوان كما كتشوفوا الاخ مبخوت راه عنده حساب على الانستغرام وعلى كل شيء، الكل يدخل مبخوت المري. هذا الشخص اعتز بالمغاربه، والمغاربه بلا شك احنا كنعتزوا بالشعب القطري، لان المغاربه عزوا العرب وفخر العرب، وانتم كذلك فخر. الله يطول من قائد البلاد، من سيدنا الله ينصره محمد السادس الى الامير قطر، الله ينصره الشيخ تميم، والله يدوم عمره، والله يجعلها محبه دائمه من هذا الشعب كله. واخواننا الارجنتينيين حتى هما راهم موجودين ويحتفلون معنا بفوز المغرب. اكيد حتى انهم يتمنون الوصول للمغرب للنهائي عشان نتقابل معاهم. اكيد ونشجع. انا صديق ميسي، لكن في النهاية ما أعرف. أنا كمان بحب أنا بحب الأرجنتين، لكن في النهاية بحب نادي بالآخر لو وصل للنهاية. كلنا نحب الأرجنتين، لكن مع المغرب ما فيه خلاص. الله يجزاك الخير. والشعب المغربي كله تأدي لك تحية من صغير وكبير، وإن شاء الله حتى من جلالة الملك. واجب علينا. الله يفتح عليك. إن شاء الله جايينكم من شكرا المغرب جزيلا، شرفتونا. الأخ عبد الإله عزمني، قال لي لازم تجيني للمغرب. قلت له بجيك المغرب وبجي زواجك في المغرب. إن شاء الله. مرحبا بك. تنتظر يتزوج بس. لا ما تزوج. هذا الاخ عبد الاله، هذا هو لو كنتم متابعين، هذا هو اللي لقاه الاخ مبخوت في محطه الوقود، المغربي الوحيد في السعوديه اللي فرحان بفوز المغرب على اسبانيا. ونزل كنت طالع من الملعب ومسافر، حصلته في المحطه يركض ومستانس، فقلت لصاحبي اللي معي اكيد هذا مغربي. وقفت عنده قلت له مغربي، الفيديو انتشر في السوشيال ميديا. قال لي ايوه انا مغربي. قلت انا طالع من الماتش الحين. قال والله قلت الماتش الجاي انت معاي. وجابوا بالفعل الحمد لله. حضر الفوز التاريخي، حضر الفوز المغرب، وحضر المنتخب الارجنتيني، وحضر فرنسا وهولندا. ما شاء الله حافظ. وكله وبسبب كله هذا الله كتب له هذا الرجل. الله جعلني سبب. كل شيء فضل رب العالمين سبحانه. الحمد لله. الله يحبك. الحمد لله. انت محبوب. ورضا الوالدين. لو تلاحظون جميع البطولات كل واحد بينزل زوجته، بينزل حبيبته، الا كاس العالم في غطا كل واحد بينزل امه، يفتخر بامه. امك ثم ابوك. خليك مع امك وامورك ان شاء الله سهله. ان شاء الله. اخ عبد الاله شي كلمه في حق هذا الرجل هذا. عشان نقول لك نعيا نبغي نوصف زعما شنو باش نشعر من هذا السيد هذا، ما نقدش نوصف لك والله حبيبي. الحمد لله مربوحه.